اهلا بكم. قبل ساعتين تقريبا من لعب ماتش الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي المزمع انسحاب النادي الاهلي منه، بتعود الدراما الكرة المصرية في شهر رمضان المبارك لتزاحم مسلسلات زي العتاولة بفشله او الكوميديا بسخافتها، لتطل علينا بخليط ما بين الدراما الفاسدة والكوميديا المملة. ليه؟ لأنه في ظل أحداث أو في ظل تتابع أحداث معين لماتش مهم زي ده، ماتش تقريبا بيقوم عليه الفكرة كلها بتاعت الدوري أو بتاعت الكورة في مصر، هو ماتش الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. هو ده الماتش المحوري، أو ماتشين يعني أو التلاتة حسب الظروف اللي بتيجي بيها الماتشات اللي بتتلعب في الموسم. هذا اللي بيقوم عليها التجارة كلها، بيقوم عليها الصنعة كلها بتاعت المنظومة الكروية في مصر. فاذا انت جاي بتواجه او جاي تلعب ماتش زي الاهلي والزمالك وتصطدم بكل هذه الاحداث، فانت قدام خليط زي ما بقول ما بين الدراما وما بين الكوميديا. وهنا انا عايز اتكلم في نقطتين بمناسبة الماتش ده وبمناسبة قرار النادي الاهلي بالانسحاب. رقم واحد فيما يخص النادي الاهلي وفكرة قرار الانسحاب. يمكن من سنة تقريبا نادي الزمالك خد نفس القرار بسبب يعني انا مش متذكر بصراحة، اعتقد كان سبب ليه علاقة بالتحكيم برضه او حاجة زي كده. وانا ساعتها طلعت واتكلمت وكنت رافض للقرار تماما، واتكلمت في نقطة محددة. انت باللي احنا بنعمله ده، او اللي احنا بنتفرج عليه، او منظومة الرياضة او منظومة الكورة بصفة عامة في العالم، بقت منظومة تجارية وفيها فلوس وفيها أرباح وفيها حاجات زي كده. فإذا أنت كمجلس إدارة أو كناس بتدير النادي ده قررت فجأة كده إن أنت مش هتلعب الماتش، فأنت شوف آثار الآثار الاقتصادية والمالية على القرار بتاعك ده. زي ما قلت ان ده ماتش من ماتشين او ثلاثه بالكتير بيتلعبوا في الموسم ما بين الاهلي والزمالك، وان هو بقى بتوجه عليه كل الاضواء وكل الفلوس. يعني انا مثلا كراعي للدوري او راعي للزمالك او راعي للاهلي، فانا جزء يعني يمكن 50% من الفلوس اللي انا دفعتها عشان الماتش ده بس، عشان الماتشين دول بس، ان هم دول الماتشين الاكبر اللي هم هيبقوا اكبر نسبة مشاهدة في الموسم كله، وهم دول اللي هقدر احط فيهم اعلاناتي واللي احط فيهم فلوسي واحط فيهم فان انت تقرر ان انت مش ناوي، مش عايز تلعب الماتش ده كله، تلغي نص الموضوع، فدي طبعا ليها اثار سلبيه قويه جدا. فبرضه نفس الفكره النهارده على النادي الاهلي، انك انت بتقرر تنسحب. بس طبعا النادي الاهلي يعني بيحب يعلي او يحب يحس نفسه ان هو مختلف شويه عن بقيه الانديه التانية، فيقول لك لا انا مش هنسحب من الماتش بس، ده انا هنسحب من الدوري كله. فنفس برضو السؤال اللي كنا طرحناه على نادي الزمالك، ده برضو نفس لازم يطرح لنادي الاهلي. انت لما انت هتقرر تنسحب من الماتش او هتقرر تنسحب من الدوري كله، ايه هي التبعات اللي انت متوقعها للقرار ده؟ يعني هل انت مثلا منتظر النهارده وبقول ان هو فاضل خلاص ساعتين تقريبا على على الماتش، يعني مستني ان مثلا الوزير هيتدخل، مستني ان مش عارف رئيس الوزراء هيتدخل زي ايام الثمانينات والتسعينات وكده، انه حد يتدخل بسرعه قبلها بساعتين؟ هيجيبوا لك حكم يعني منين؟ يعني يقول لك هنروح نجيب حكم من زي بيقولوا دلوقتي هنروح نجيب حكم من ليبيا. ما خلاص، ما الموضوع تم خلاص. في حين ان انت زي ما بقول رقم واحد، ايه هي تبعات القرار ده؟ ان انت هتنسحب تماما من الدوري، مش هتنسحب بس من ال من الماتش، هتنسحب من الدوري. وده اشك فيه ان هو يحصل، لان انت هتنسحب من الماتش النهارده هتخصم لك 6 نقط، ضاع الدوري خلاص، ما بقاش فيه منافسه على الدوري، وهتضطر ان انت تلعب باقي الدوري باي شكل من الاشكال. يعني لان انت هنسحب من الدوري الموسم ده، طيب مش تلعب افريقيا بقى يعني مثلا الموسم الجاي؟ وهي دي النافذه بتاعتك على العالم، ودي اللي انت هتقول النادي الاهلي العالمي اللي بيروح كاس العالم للانديه اللي مش عارف بيعمل ايه، مش عارف بيعمل ايه، بتقول حقك يعني. النادي الاهلي من حقه ان هو يتفاخر بان هو بياخد بطوله افريقيا 4 مرات من 5، 5 مرات يوصل نهائي ياخدهم 4 مرات في اخر 5 سنين، يوصل كاس عالم للانديه، رايح كاس عالم انديه جديده في شكله الجديد. كل الحاجات الحلوه دي الايجابيه اللي كنت في النادي الاهلي بتحققها، هي بتطلع منها من الدوري المصري.
خدته او ما خدتوش. يعني انت ايام موسيماني ما خدتوش مرتين، خدت بطوله افريقيا، لكن هي دي النافذه بتاعتك اللي انت بتطلع من خلالها. فانت لما تقرر ان انت مش هتلعب الدوري من اساسه، طيب وبعدين؟ طيب انت كنادي اهلي، ده رقم واحد اللي هو انت ايه تبعات القرار. رقم اتنين، انت النادي الاهلي لما انت هتتعصب قوي كده وهتعمل او هتاخد قرار ان انت هتنسحب من الدوري كله، طيب ما انت كان عندك الايام اللي فاتت من اول ما الدور الاول في الدوري بنظامه الجديد ده اتعمل، كان من البدايه كانت كذا نقطه. رقم واحد، انت ليه كنادي اهلي انت بتفكر يعني في الموضوع، والنادي الاهلي منظم الى حد كبير، انت ليه ما فكرتش ان انت تتفق معاهم مع الرابطه ولا مع اي بتنجان؟ يعني البتنجان طبعا اللي احنا عايشين فيه، سلطه الكرومب اللي احنا عايشين فيها في مصر، في الكوره، انك انت تقول لهم يا جماعه احنا هنعمل الدوري بالنظام ده. اتفقت على نقطه ان انت لما هتنقل الدور الثاني هننقل بنفس النقط، ترتيب النقط اللي خدناه من الدور الاول. اتفقت على دي. طب ما اتفقتش ليه على القرعه؟ ما اتفقتش ليه على ترتيب الماتشات؟ وإذ تفاجئ انه الماتش بتاع الزمالك هيتلعب اول ماتش في الدور الثاني، وبعديه هتلاعب نادي اف سي بتنجان بيراميدز. طيب انت ليه ما اعترضتش لما هم طلعوا القرعه دي؟ هم طلعوها بشكل وكل الاخبار بقى الناس الصحفيين، اذا كان الصحفيين العاديين، هم طبعا الصحفي بدوره بيقوم ان هو بيجيب المعلومه. الصحفي وكذا صحفي وكذا ناس قالت لك القرعه دي موجهه، مش موجهه عشان الاهلي يخسر الدوري ولا الاهلي يكسب الدوري ولا ده يكسب ولا ده يخسر، موجهه عشان الاعلانات وعشان مش عارف ايه بتاع ان تلعب في رمضان، ان الاهلي والزمالك يلعبوا في رمضان فنسبه المشاهده تبقى عاليه. ده اللي انا كنت بقوله، يعني نسبه مشاهده عاليه وفلوس وبتاع. طيب انت لقيت ان هم بيعملوا كده، طيب كنت ليه ما رحتش ضغطت؟ ليه ما رحتش اتكلمت قلت لهم يا جماعه بما انكم والله لبستونا في ان احنا نلعب ماتشين ورا بعض بالحجم ده، خلاص اعملوا لنا الاحتياطات ويقولوا لنا. مع انه كان بيقول لك صحفيين بيتكلموا على انه الموضوع معروف، مش من الليله اللي خلص فيها الدوري الدور الاول، لا، ان هم مرتبين. لان طبعا الاهلي والزمالك معروف اكيد ان هم كان اكيد ان هم هيكملوا في الدور الثاني، اللي هم الناس اللي بتنافس بقى على الدوري العشرة ولا تسعة الاوائل. فطيب هم مرتبينها من قبلها باسبوعين او باكتر. طب انت واكيد انت وصلتك الاخبار، طب اوكي وصلتني الاخبار، لا اعترضت على ان هم يحطوا ماتش الزمالك الاول، ولا نبهت قلت والله يا جماعه انا عايز حكام اجانب ولا مش عايز حكام اجانب. ما اتكلمتش خالص. وانا هنا مش هتكلم خالص على الرابطه ولا الاتحاد ولا الكلام ده كله، لان الكلام مع عليهم ده في البطيخ. يعني ما دول ده في عالم اخر، دي ناس في عالم تانية، ما يعني ممكن يكون ليهم مجال تاني للكلام او بتاع الاداره. لكن انا بتكلم عن النادي الاهلي، انك انت بعد كل اللي حصل ده وانت عندك ترتيب الاحداث ماشي بشكل منطقي، ان انت تقدر تعرف ايه اللي هيحصل وايه اللي مش هيحصل. فانت ببساطه كنت ممكن والله تقول انا اوكي، هو كله برضو في مصر بيمشي بالتظبيط يعني، أو بالكلام، الناس بتتكلم مع بعض. ما هو يعني فلان ولا علان ولا علان من هنا ولا من هنا ولا من الاهلي، اكيد بيكلموا بعض واكيد بيتحاوروا مع بعض وبيعرفوا يعني ايه هنعمل ايه كده مش عارف ايه، طب هنحطكوا خد بالك مش عارف ايه، توصل الاخبار. يعني بقول لك اذا كان الصحفيين العاديين اللي بيعملوا شغلهم جابوا الاخبار وعارفين الاخبار من بدري، فانت كنادي اهلي بقى المفروض بتحافظ على حقوقك ومش حقوقك والكلام الكبير ده. فانت ليه ما خدتش اجراءاتك او ليه ما خدتش تنبيهاتك للناس اللي هتنظم الموضوع عشان ياخدوا بالهم؟ وان الحقوق دي هي مش حقوق برضو الرعاة وحقوق الجمهور. يعني احنا الجمهور العادي اذا كان جمهور اهلاوي ولا جمهور زملكاوي، انه قاعد وعايز يتفرج على الماتش، عايز يتسلى، عايز يعمل بتاع، والله يعني ناس قطعت تذاكر اوريدي، ناس عملت مش عارف ايه رايحه جايه بتاع. فالناس يعني هتعمل ايه او مش هتعمل ايه؟ يعني عارف الفكره دي كلها. اذا كنت انت طالع وبتقول انا ايه، انا هدافع عن حقوق النادي الاهلي، ففكره قرار الانسحاب ده قرار خطير جدا. ويعني ايه مش هقول ان هو غريب، لكن هو يعني مؤسف باي شكل من الاشكال وايا كان انتمائك. مش مؤسف فكره الانسحاب، لان انت حتى انت هتنسحب تقول والله انا ايه عشان التحكيم ومش تحكيم ايه يعني، مش بغض النظر ايه هو اسم الحكم، ما روح العب الماتش وخليه، يعني خليه عارف اللي هو ايه، طب اتجرأ واعمل غلطه. يمكن انت حتى ضغطت عليه دلوقتي مثلا. يعني انا طبعا مش مع انه الحكم يعمل غلطه ولا ما يعملش غلطه ولا تضغط ولا ما تضغطش، لكن
روح والعب الماتش والعب في الملعب. الحكم يعني هيعمل لك ايه؟ يعني هيعمل ايه الغلطه اللي ممكن يعملها؟ هيعمل غلطات، احكام بتعمل غلطات وكل حاجه، بس يبقى باين قدام كل الناس، شوفوا اللي حصل، انا نبهت وقلت مش عارف ايه بتاع، ورحت لعبت الماتش، ورحت توليت مسؤوليتي الاخلاقيه والرياضيه والوطنيه يعني. فكنت رحت ولعبت الماتش وانا ما اعرفش طبعا ايه اللي هيحصل، فاضل يعني اقل من ساعتين دلوقتي على ميعاد الماتش، لكن ما اعرفش ايه اللي هيحصل. يعني انا بسجل الفيديو ده قبل ما نشوف ايه الحدوته اللي هتحصل في الاخر. لكن نفس الكلام اللي كنا لازم نقولناه على الزمالك وهجومنا على نادي الزمالك هو نفسه هجوم على النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، انه دي عدم احساس بالمسؤوليه. المسؤوليه اكبر بكتير جدا من انك كده تلعب ماتش مش هتخسر 7-0 يعني، مش هتخسر يعني، حتى ممكن كمان ما تخسرش من اساسه، هتتعادل، هتخسر يا سيدي، هتخسر يا سيدي، لكن في مسؤوليه، في مسؤوليه اخلاقيه وفي مسؤوليه رياضيه وفي مسؤوليه يعني وطنيه جوه البلد. لان ده بياخدنا بقى للجزء الثاني اللي هو اداره الكوره او اداره المنظومه دي. اذا كان هي المنظومه دي بقت فيها فلوس وبقى فيها بيزنس وبقى فيها كلام كبير، فمين اللي بيدير الموضوع ده؟ من الاهلي او من اتحاد الكوره او من الزمالك او من الرابطه؟ هم مجموعه، في الاخر هم مجموعه هواه، ومجموعه هواه. حصل في مصر ايه دلوقتي؟ الوضع في مصر برضو عشان يبقى هاجمنا النادي الاهلي وهجوم يعني مش عايز اقول ان هو هجوم قوي، بس الماتش النهارده لو ما اتلعبش هيبقى يعني انا اعتقد ان انا ما شفتش الاهلي بينسحب من ماتش في حياتي، يعني حسب حياتي يعني اللي انا عشت فيها لا اتذكر ان انا شفت الاهلي بينسحب من ماتش، لكنه هيبقى اول مره انا اشوف الاهلي بينسحب من الماتش عشان التحكيم. بس على كل حال الجزئيه الثانيه اللي هي بتاعت مين بيدير المنظومه، اذا كانت المنظومه دي بقى دخل فيها فلوس وبزنس، دي رقم واحد. النقطه الثانيه انها لسه احنا في مصر الكوره بما انه يعني في انشطه كتيره في البلد متوقفه او ما فيهاش مجال للناس انها تفرغ فيها استمتاعها على الاقل، فالكوره هي لا زالت مكان او مجال الناس بتتفرج عليها او الناس لا زالت بتستمتع بيها، والناس لا زالت حتى اجيال صغيره لا زال عندها اهتمام انها تشجع اهلي وزمالك. وانا اتمنى ان الشباب الصغيرين يتخلصوا يعني من الموضوع ده ويروحوا يشجعوا حاجه تانية، لانه بصراحه الموضوع مش مستاهل، بصراحه ان الموضوع مش مستاهل. يعني احنا يمكن كبار في السن يعني حصل لنا الادمان ده وخلاص بقى مش قادرين نتخلص منه يعني مش قادرين ان احنا يجي ماتش اهلي وزمالك ما نقعدش نتفرج عليه. لكن انت تروح تتفرج على ماتش يا عم بتاع ليفربول وباريس سان جيرمان واتبسط، يعني بجد اتبسط اكتر ما تقعد تتفرج على اهلي وزمالك. بغض النظر انت اهلاوي ولا زملكاوي يبقى كله عك في عك وشايفين بقى ايه الشغل البلدي بقى بتاع دونجا وامام عاشور ومش عارف وفتوح ومش عارف وهاني، بلدي، شغل بلدي يعني. بس على كل حال هو لسه مكان الناس بتفرغ فيه طاقتها يعني انها ايه تستمتع وتتبسط. لكنه مين بقى بيدير المنظومه دي؟ هي مجموعه هواه، مجموعه هواه. حصل انه في جزئين كده ايه اتفكوا عن بعض. ان الدوله كانت زمان الدوله مش بتدير، يعني الدوله مش فكره ان انا السياسه ولا مش السياسه، لا بس كان في كده ايه فكره عامه كده، فكره يعني ايه يا جماعه خلوا بالكم يعني اهو العبوا واتبسطوا وتعصبوا والكلام اللي هو بتاع الكوره العادي ده، لكن برضو ايه بالاصول يعني يعني ايه شغل بلدي بس بالاصول. يعني برضو يا اهلي وزمالك يعني عارف لو حبيت لو في حصل كده برضو حصل تجاوز حصل حاجه حاسس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل، ففي حد كده بيتدخل، في حد برضو ايه شايف حاجه تانية، هو اهلاوي وزملكاوي برضو يعني هو مش يعني مش ملاك، هو عنده انتماء، لكنه عنده نظره بس اعلى كده شويه انه بيقيم الموضوع بشكل مختلف وبيتدخل في وقت مناسب. دلوقتي الدوله ما بقتش بتتدخل في اغلب الاحوال يعني، ما بقتش عندها اهتمام قوي انها تتدخل، سايبه الموضوع. فلما سابته لهواه، لا ما عندهمش بقى اي فكر لا من اتجاه ان في لسه في بلد، هي يعني في الكوره دي بتمثل حاجه لسه في امن البلد او في التفاعل مع شعب وناس. احنا مش اوروبا بقى انجلترا خلاص بقى كل عالم بقى عوالم عايشه، فالكوره دي جزء من عالم ليها مسارها كده اللي ماشيه فيه بشغلها بفلوسها بحاجاتها بتنظم نفسها وماشيه نفسها. لا احنا لسه كل حاجه متشابكه في البلد، فانت سايب الموضوع كدوله ليه هو لا هم عندهم الجانب بتاع انها
بلد وان شعب وانه ناس، ولا عندهم حتى جانب بقول لك الفلوس. يعني مفيش في دماغهم، فاضيه 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 فاضيه، لا بيفهموا كده ولا بيفهموا كده. يعني الراجل اللي حط ايه الماتش بتاع الاهلي والزمالك، انت عايز تعمل ماتش اهلي والزمالك في رمضان، ماشي يا سيدي، طب ما ترتب له، ما تعمل صينيه الكنافه اللي انت هتعملها، اعملها حلو، نظمها حلو، دخلها حلو، اعمل لها، رتب لها من الاول. لكن هي مش كنافه فعلا وخلاص يعني. نظمها حلو واعملها حلو عشان تسيدي حد خد الفلوس. يعني لو انت هتعملها من وجهه نظر الفلوس والاعلانات والكلام ده كله، مفيش مشكله، اعملها. اعملها، بقول لك صينيه الكنافه، مش مهم الاهلي يكسب، مش مهم بيراميدز يكسب، مش مهم الزمالك يكسب، احنا كلنا خسرانين يعني في اللي احنا بنعمله ده. لا هي كوره ولا هو استمتاع، احنا ما بتتفرجش على حاجه يعني. احنا ما بنتفرجش على بجد على متعه، احنا بنتعصب بس. يعني انت لما انا كاهلاوي، انا اهلاوي، لما باجي اتفرج على ماتش الاهلي انا مش بتفرج عشان انبسط، يعني مش بتفرج عشان اتفرج على كوره، ما بتفرج عشان انا متعصب، بتفرج انا متعصب، يعني متعصب للاهلي، عايز ان انا اتفرج وخلاص، اتفرج على 90 دقيقه عك، فرقه بتدافع وفرقه عماله بتهاجم بطريقه عشوائيه، وفي الاخر بيجي جون في ال90 وانا مرضي ساتيسفايد، يعني انا ايه، الحمد لله الاهلي كسب خلاص. فانت يعني كواحد هتعمل صينيه الكنافه دي في رمضان عشان تقدمها للناس، وجبه حلوه في رمضان على المائده بعد الفطار الساعه 9 ونص، يكونوا خلصوا صلاه ويكونوا مش عارف ايه وبتاع، وهيقعدوا بقى ايه، يقعدوا يشربوا الشاي والقهوه ويجيبوا الكنافه ويجيبوا القطايف وبتاع، وايمن الكاشف يقول لك قطايفك ورمضانك مش عارف، تلاقي الراجل يعني كان محضر النهارده الكلام بتاعه يعني بتاع القطايف واللطايف والكلام ده، والناس هتقعد تتفرج. طب ما تظبطها. لكن مع الاسف الشديد ده سؤال برضو بيطرح نفسه، مين بيدير المنظومه في مصر؟ اذا هتديرها بلدي زي ما كانت ايام زمان، زي فاكر بقى ايه، طبعا الاجيال القديمه يعني اللي في سننا، عبد الاحد جمال الدين وعبد المنعم عماره كانوا بيتخانقوا مع بعض، معرفش ده كان ماسك ايه وده كان ماسك ايه، كان ده يمشي كان ده يجي، ومش عارف، ودهشوري حرب وسمير زاهر، وده برضو يمشي وده يجي. كان في ناس كده بلدي كانت مدوراها يعني، وكانت الدنيا ماشيه. من كان برضه الاهلي كان فيه صالح سليم، وكان فيه مش عارف ايه بتاع برضه، وعامل برضه فيها الاهلي وبتاع وبقوته وجماهيريته وكل حاجه، بس كانت الدنيا ماشيه. كنتش ممكن ابدا تلاقي مواقف زي كده بتحصل، انه كان في، مش هقول لك رجال دوله بقى واكبر الكلام، مش موضوع رجال دوله يا سيدي، لا يعني، بس كان في تفاهم، ماشيه بلدي. فهتمشيها بلدي زي ما كانت، وتجيب الوزير يتدخل ويشوف ويعرف وبتاع ويأجل ولا ما يأجلش ولا بتاع، او ان انت تمشيها بيزنس از بيزنس بقى، زي ما الامريكان ولا زي ما الاجانب زي ما الاوروبيين بيعملوا في الدوريات بتاعتهم، بيزنس بقى، بيزنس بقى، مالناش دعوه، لا بشوف اهلي ولا بشوف زمالك ولا بشوف مش عارف ايه، هلعب ماتش بجمهور برعاه بفلوس بتاع، يبقى هرتب له، هجيب له، هعمل له، هظبط اللي بقول لك الصينيه الكنافه اللي هتجيب الفلوس دي، اللي هبيعها وهجيب الفلوس. لكن بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، الموضوع بصراحة صعب يعني. لكن يفضل في الأول القرار الأصعب هو قرار النادي الأهلي بصراحة، الانسحاب بالانسحاب من الماتش. هنشوف الدقايق الجاية، الفاضل تقريبا ساعة ونص على الماتش، لما نشوف يعني ايه ماذا تسفر عنه هذه الدراما الدراماتيكية، يعني المأساوية، الدراما المصرية اللي فيها بكا كتير كده وحزن جديد وكوميديا برضو، وجانب من الكوميديا، دراما على كوميديا. فلما نشوف ونشوفكم تاني ان شاء الله.